قدمت مصر للإنسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية، فعلى ضفاف نيلها نشأت أقدم حكومة منظمة في التاريخ، وعلى مدى العصور تعاقبت الحضارات المصرية وازدهرت استنادا إلى أسس قوية وراسخة في نظم وفنون الحكم والإدارة. وتطورت الحياة النيابية في مصر خلال مراحل متتالية، حيث أنشئت في النصف الأول من القرن التاسع عشر مجالس استشارية تنظر في بعض المسائل الإدارية، ثم مرت بمراحل مختلفة إلى أن وصلت إلى عصرنا هذا. كانت البداية لتطور الحياة النيابية في مصر مع إنشاء المجلس العالي الذي أسسه محمد علي باشا في نوفمبر من عام 1824، وكان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان في كل مديرية يقوم أهالي المديرية بانتخابهما. وفي عام 1829 قام محمد علي بإنشاء مجلس المشورة، وكان يتكون من 156 عضوا، وجعل رئاسته لابنه إبراهيم. بعد ذلك وعلى مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية بدءا من عام 1866، وتعاقبت على البلاد 7 نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى، ليعكس في النهاية نضال شعب من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي حر. أنشأ الخديوي إسماعيل عام 1866 مجلس شورى النواب، والذي يعد البداية الحقيقية للحياة النيابية في مصر، وكانت أسبق بلاد الشرق في هذا المجال، وكان يتكون من 76 عضوا ينتخبون لمدة 3 أعوام. وفي أول مايو من عام 1883 وأثناء الاحتلال البريطاني أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من 30 عضوا يعين الخديوي 14 منهم بصفة دائمة، ويتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم. أما باقي الأعضاء 16 فيتم انتخابهم واختيار الوكيل الثاني من بينهم. وفي عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكان عدد المنتخبين 66 عضوا والمعينين 17 عضوا، ومدة العضوية 6 سنوات. ومع ثورة 1952 ظلت الحياة النيابية معطلة لمدة 5 أعوام، حتى انتخب مجلس الأمة الأول في يوليو من عام 1957، لكنه لم يستمر أكثر من 7 أشهر، ثم تعطلت الحياة النيابية مرة أخرى حتى أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في يونيو من عام 1960 قرارا بتشكيل مجلس الأمة بالتعيين. وشهد عهد الرئيس جمال عبد الناصر 4 مجالس للأمة، منها 3 مجالس بالانتخاب ومجلس بالتعيين. أما عهد التعددية الحزبية فجاءت في عهد الرئيس السابق السادات، وتشكلت 3 برلمانات منتخبة خلال سنوات عام 1971 وعام 1976 وعام 1979، وتغير اسم البرلمان من مجلس الأمة إلى مجلس الشعب، والذي شهد نشاطا واسعا لنواب المعارضة والمستقلين الذين عادوا لممارسة النشاط البرلماني لأول مرة منذ ثورة يوليو عام 1952، إلا أن المجلس تعرض للحل عام 1979. أما في عهد الرئيس السابق مبارك
والذي تولى الحكم عام 1981، فقد تم إدخال عدة تعديلات بقوانين على نظام انتخاب مجلس الشعب، غير أن التجربة أسفرت عن العودة للنظام الفردي، حيث تم تقسيم الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية، ينتخب عن كل دائرة عضوان، أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وأصبح عدد أعضاء المجلس 454 عضوا، منهم 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. فترة الرئيس السابق والمخلوع محمد حسني مبارك شهدت استكمال الفترة الدستورية لعدة برلمانات، آخرها برلمان عام 2005. أما برلمان عام 2010 والذي شهد فضائح التزوير التي خرجت عن حدود المنطق والعقل، فقد تم حله بموجب قرار من القوات المسلحة بعد اندلاع ثورة 25 من يناير. فهذا البرلمان كان هو الشرارة الأولى التي دفعت الشعب لإسقاط النظام والإصرار على تحقيق العدالة والحرية. مصر اليوم تتأهب لدخول عهد جديد، عهد يعاد فيه تشكيل منظومة التشريعات التي تدير شؤون الحياة، خاصة فيما يتعلق بإطلاق الحريات وتعميق التعددية الحزبية. وها هم المصريون قد سطروا أول فصل في تاريخ مصر الحديثة باختيار ممثليهم في برلمان 2012، برلمان جديد حاكه الشعب المصري بيديه دون تدخل أو تأثير أو تزوير، برلمان الثورة الذي يعد أحد الركائز الأساسية لبناء هيكل الدولة المصرية الحديثة. العالم بأسره يتطلع لهذا البرلمان الذي ولد من رحم الثورة بإرادة شعبية خالصة.